إذا متابعينا الكرام، هنالك نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي غدا الأربعاء 26 غشت 2026 في بعض مناطق المملكة، وكذلك زخات مطرية وعواصف رعدية متوقعة غدا الأربعاء وأيضا يوم الخميس 27 غشت 2026. واحتمال متابعينا الأعزاء في قادم الأيام خصوصا بداية شهر شتنبر 2026 صعود رطوبة مدارية ستعمل على تشكل مجموعة من السحب الغير المستقرة والعاصفية ستهم مجموعة كبيرة من أقاليم المملكة المغربية. غادي نتعرفوا إن شاء الله على جميع هذه التفاصيل في هذه النشرة الجوية، بقوا معنا إلى نهاية الفيديو وما تنساوش تديروا لنا إعجاب واشتراك فضلا وليس أمرا. إذا بالنسبة لتوقعات يوم غد إن شاء الله الأربعاء 26 غشت 2026 الأجواء ستكون غير مستقرة خصوصا خلال فترة بعد الزوال على إقليم جرادة وكذلك في جيج ومناطق بولمان وأيضا ميدلت، فالأجواء غادي تكون إن شاء الله غير مستقرة مصحوبة ببعض العواصف الرعدية كما تلاحظون بالمناطق الشرقية للبلاد وبالأطلس المتوسط وبالمناطق الشرقية المجاورة، فاحتمال إن شاء الله زخات وعواصف رعدية محلية. كذلك متابعينا الكرام ستكون الرياح قوية جدا، ستهب رياح قوية مع احتمال تطاير الغبار وكذلك تدني مستوى الرؤية خصوصا بمرتفعات الأطلس الكبير وكذلك المتوسط وبالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية. وعليه فإن الأرصاد الجوية الوطنية صدروا نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي كتخص هبوب رياح قوي بين 75 حتى 85 كم في الساعة، وذلك بعملات وأقاليم جرادة وفي جيج. كذلك هذه الرياح غادي تهم بدرجة أقل بكل من أقاليم أوساد الرشيد ديال عيون المضيق الفنيدق بوجدور بولمان تورير تطوان تنغيت زاكورة طرفايا ميدلت والذهب والزازات، فيما يتوقع تكون بعض السحب الغير المستقرة والرعدية على إقليم جرادة وفي جيج. بالنسبة إن شاء الله لبقية التوقعات خصوصا يوم الخميس 27 غشت 2026 يتوقع وصول بعض السحب والغيوم الكثيفة إلى المناطق والسواحل الشمالية لبلاد الواقعة شمال مدينة الجديدة، ستعطي بإذن الله بعض الزخات المطرية المتفرقة خلال ساعات الصباح من يوم الخميس، وقد تكون هذه الزخات المطرية معتدلة أحيانا على منطقة طنجة. وخلال فترة بعد الزوال كما تلاحظون سوف تظهر وتتشكل مجموعة من السحب الركامية ستعطي بإذن الله زخات مطرية رعدية، وذلك بالأطلس الكبير وكذلك المتوسط وبالمناطق المجاورة للأطلس، وذلك بمرتفعات أزلال بني ملال تنغير ميدلت بولمان مناطق تازة أيضا قرسيف. قد تطال الزخات المطرية مناطق الناظور إقليم الناظور وكذلك إقليم الدرويش. في يوم الخميس إن شاء الله قد نشهد زخات مطرية وعواصف رعدية بهذه المناطق. قد تطال خلال ساعات المساء إقليم الحسيمة كذلك منطقة السايس وإقليم تونات، فاحتمال إن شاء الله زخات مطرية ستكون مصحوبة ببعض العواصف الرعدية. ويوم الجمعة إن شاء الله كما كتشوفوا في استمرار تكون السحب الغير المستقرة والرعدية خصوصا بمرتفعات الأطلس الكبير وأيضا المتوسط والإقليم ديال تنغير وبشمال منطقة الشرق، فاحتمال إن شاء الله زخات وعواصف رعدية محلية. وخلال يوم السبت إن شاء الله 29 غشت 2026 فالأجواء ستكون مستقرة بأغلب مناطق البلاد مع ذهاب الأطلس المتوسط ومناطقه المجاورة احتمال بعض الزخات والعواصف الرعدية المتفرقة خلال فترة بعد الزوال وكذلك حتى يوم الأحد 30 غشت 2026. غادي تبقى إن شاء الله تتشكل بعض السحب الغير مستقرة التي تؤدي إلى حالة عدم استقرار خصوصا بالأطلس الكبير والمتوسط وبمرتفعات الريف وشمال منطقة الشرق خلال فترات بعد الزوال إلى غاية نهاية شهر غشت 2026. ومع بداية شهر شتنبر إن شاء الله فاحتمال كما تلاحظون أن تصلنا الرطوبة مدارية خصوصا في الأسبوع الأول من شهر شتنبر إلى المناطق الجنوبية وأقصى الجنوب وشمال الأقاليم الجنوبية، فاحتمال إن شاء الله زخات مطرية وعواصف رعدية بأقصى الأقاليم الجنوبية. كما تلاحظون الزخات المطرية والعواصف الرعدية فهي واردة بالمناطق الشمالية للأقاليم الجنوبية بالأطلس الصغير والكبير وبهضاب الفوسفات والماس ومنطقة السايس وبالريف وبالمنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس. احتمال متابعينا الكرام أن نشهد بعض الاضطرابات الجوية خلال بداية شهر شتنبر بصعود رطوبة مدارية ستعمل على تشكل سحب غير مستقرة. توقعات متابعينا الكرام بعيدة نوعا ما ولها قابلية كبيرة لأن تتغير، ولكن بالنسبة لآخر التوقعات وآخر التحديثات لا زالت تشير بوصول تساقطات مطرية عاصفية إن شاء الله بمعظم هذه المناطق. ودرجة الحرارة متابعينا الكرام سوف تعرف بعض الارتفاع خصوصا بالسفوح الجنوبية الشرقية إقليم طاطا وكذلك زاكورة درجة الحرارة قد تصل إلى 44 درجة، كذلك إقليم السزاق والرشيدية
وأقصى الجنوب إقليم أو سرد، فدرجة الحرارة فهي في بداية الأربعينيات متابعينا الكرام. درجة الحرارة سوف تستمر مرتفعة بالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب منطقة الشرق وشرق الأقاليم الصحراوية خلال بقية هذا الأسبوع بحول الله. وقد تشهد خلال أواخر الأسبوع بعض الارتفاع الطفيف بالسهول الوسطى للبلاد، خصوصا منطقة تادلة والرحمنة وتنسيفت ومراكش. ستكون درجة الحرارة نسبيا مرتفعة في أواسط وأواخر الثلاثينيات. إذا الإخوان مزيد من التفاصيل والتوضيحات خلال النشرات الجوية القادمة، لذلك كونوا في الموعد.